اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبي واصحابي وجمهوري الكبير، وحشتوني جدا. قلت لكم من هنا للسنه الجايه انتوا وحشتوني قد ايه، مش هقدر اعبر لكم بكلامي. بجد وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا غبت عنكم بس كان غصب عني مش بمزاجي، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هنزل لكم كل يوم. نسيبنا بقى من الفتره اللي فاتت خالص، وخلينا بقى ايه في الفتره اللي جايه، فتره جديده، فتره ان شاء الله تبقى هنا وسعاده عليا وعليكم. هنا بقى جوزي بقى اتصل بيا زي ما قلت لكم، وقال لي بقى لبسي العيال وتعالي. بوريكم بقى هنا بقى النيو لوك بتاعنا. ملك وملك كانوا بيعملوا لكم باي باي. شايفين ملك كان متعور، جوزي بقى قال ايه يعني هو اتعور يعني وكده غصب عننا. كان جوزي يعني بيعمل حاجه وراح هو اتخبط. قال بقى عشان ما يزعلوش راح خدنا ايه فسحنا الفسحه البسيطه ديت. في حاجات كتير ما عرفتش اصورها بسبب العيال وكده، كانت الدنيا زحمه. وكمان زي ما انتم شايفين العربيات. احنا هنا عندي الجنينه بتاعت الميلاند، بس مش قادره اقول لكم تحفه 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 تحفه. ده هو جوزي حبيبي. بصوا هنا كنت عماله اقول له ايه هصورك وهنزلك. هنا ملك بتقول لكم دوسوا لايك، ما تزعلهاش بقى ودوسوا لايك. ولو ما اشتركوش في القناه خشوا بقى اشتركوا بقى في القناه. ما تنسوش بقى الكومنتات الحلوه ايه اللي تشجعوني بيها. هنا ملك كان زعلان، كان عايز يركب البتاعه اللي هي مش عارفه اسمها ايه الصراحه، اللي العيال بيمشين بيها ديت. كنت خايفه عليه عشان كده مرضتش، هو بقى زعل. بس تعالوا بقى يسيبكم من مالك دلوقتي وتعالوا اوريكم المنظر دوت. الصراحه وضبوا الجنينه بتاعه ميلاند وخلوها جميله جدا. وكمان بيصوروا كمان فيها سيشن، يعني كان في عرايس كتير قوي بتصور هناك. بجد المنظر تحفه. يعني اي ست فينا ست بيت كده لما بتطلع كده حتى لو فسحه بسيطه بتبقى مش قادره اقول لكم يعني طايره كده من الفرحه. هنا بقى كنت بحاول اصالح مالك بقول له تعالى نتصور انا وانت. كان بيتدلع عليا. هنا بقى شايفين بقى المنظر بجد حلو قوي وضبوها. مش قادره لكم بقى يعني ريحه الزرع، انا عموما بحب الزرع قوي، بحب الخضروات، وبحب كمان البحر يا لهوي. ودوني كده في الفتره ديت عايشوني عند البحر. مش قادره اقول لكم هعمل ايه. هنا بقى كنت بقى متمشى، وجوزي عمال الصراحه يقول لي اقفلي 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 عشان الناس بتبص عشان العيال. وانا عماله اقول له ايه اخد كده لقطه كده واقفل، اخد لقطه واقفل. حاولت على قد ما اقدر انا اجيب لكم ايه لقطات ايه حلوه وكده من الجنينه. بجد اللي عايز يروحها، والتذكره كمان مش غاليه جدا، ب25 جنيه بس. بجد تحفه، فيها كل حاجه من جوه وكبيره جدا. هنا بقى كانوا العيال بقى عمالين يلعبوا ويجروا. شايفين كانوا فرحانين جدا. ممكن مثلا في اخر يومنا بعد ما نخلص كل حاجة ورانا لو فاضيين ساعة او ساعتين ناخد الاولاد وننزل نتمشى. او مثلا لو في حديقة مثلا قريبة من البيت ننزل نخليهم يلعبوا فيها. لازم الاطفال تطلع الطاقة اللي عندها، عشان طبعا الاطفال بتبقى غير الكبار. انتي طبعا طول النهار بتغسلي وتمسحي وتروقي وتطبخي، لو شغالة بتشتغلي. هم مبقاش عندهم يعني الطاقة بتاعتهم مش عارفين يعني يطلعوها في ايه. عشان كده لازم نديهم ايه الحرية شوية. هنا بقى مش قادره اقول لكم كانوا طيرانين كده من الفرحه. هنا عماله اقول لهم اقعدوا اقعدوا، كانوش ايه راضيين يعني اللي هم يقعدوا كده. ان شاء الله في فيديو تاني هوريكم الحديقه من جوه. بس بجد جميله بجد حلوه قوي. هنا بقى جوزي قال لي تعالي كده لما ادلعكم واوديكوا عند بلبن. مش قادره اقول لكم يعني طعم الحاجه عنده ايه. بالنسبه لي انا اديله 0 من 0. طب ليه؟ مش عارفه ما عجبنيش خالص. كل الحاجه اللي انا جبتها من عنده جربتها ما كانتش حلوه. انا جربت حاجتين، جربت القنبله وجربت حاجه اسمها ايه اسمها ايه نسيت والله. هفتكر دلوقتي لما اشوف اسمها. آه وكمان جربت الاشطوكة. مش قادرة اقول لكم طعم الاتنين مش حلو خالص. عشان كده بقول لكم اديله 0 من 0 رغم وقفنا كمان طابور. وكمان الحاجة يعني اسعارها غالية مش رخيصة. يعني حتى هو شايفين جوز واقف في اخر الطابور، وقفنا لمدة نص ساعة وممكن اكتر كمان عشان نجيب الحاجات ديت. وفي الاخر مش قادرة اقول لكم الطعم صدمني. يعني في حاجات زي ما انا قلت لكم، يعني انا عشان اجمع لكم الفيديو دوت تعبت فيه والله. بس عشان اديكوا ايه نتيجة كويسة، يعني هنقول ايه مش هقول لكم 100%، بس 50 من 50%. ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم بصورة احسن، صوت احسن، اجيب لكم اضاءة احسن. ان شاء الله ان شاء الله شجعوني كتير ونشجع بعض عشان ايه اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. هنا ملك كانت عمالة تقول لي ماما تعالي وريهم. هنا بقى شايفين بقى وراكم الاسعار، كل حاجة ليها طبعا ايه سعرها. هم عندهم كل حاجة. بس انا عن نفسي الطعم ما عجبنيش خالص. ان شاء الله برضو مره هروح اجرب لكم عندي بسبوسه وكنافه. انا سامعه اللي هو حلو، بس انا برضو مش هحكم الا انا لما اجربه. هنا بقى كنت بقى واقفه بقى مستنيه بقى لما يخلصوا كده.
قلت لما ارغي معاكم شويه بوريكم بقى الزحمه اللي ورايا. بص كانت الدنيا زحمه جدا، وكمان مش قادره اقول لكم ايه اللي حصل. البوليس جه وبقت الناس عماله تجري في الشارع. لا كان يوم عالمي، شفت يعني زي ما بيقولوا ايه، يوم الرعد والنطره، هو كان اليوم كده. بس اتفسحنا شوية وخلاص بقى ايه، اليوم خلص وعدى على خير والحمد لله على كل يجيبه ربنا. هنا بقى شايفين كان جوزي بقى راح يجيب الحاجة وانا مستنياه، هو راح مشي من الناحية التانية. بس هجيب لكم اللقطة ديت، سامحوني على صوت العيال، وسامحوني اذا كنت انا متوترة شوية. بس ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لكم يعني ايه، عدولي عدولي انتوا اخواتي وحبايبي، وعايزاكم بقى تشجعوني كتير. عايزه اقوم كده الاقي الفيديو دوت، مش قادره اقول لكم من الصدمه، يعني معدي نسبه مشاهدات ولايكات كتير 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 قوي. هنا بقى اللهم صل على النبي، كنا خلاص بقى ماشيين وقلت ايه لما نجرب. اهو شايفين ديت القنبله، ودي اسمها ايه، القشطوطه. هنا بقى بفتحها. بص هي العلبة من بره يعني متغلفة حلو، وبص والدنيا تمام وكل حاجة كويسة، بس الطعم مش حلو خالص. هنا كان دي جنينة في الشارع وكده قعدنا فيها، قلنا بس ناكل الحاجة عشان العيال طبعا كانت معانا والتعرفين بقى الأطفال بتلخم وكده. بس عموما الحاجة حتى ولا عجبتني ولا عجبت أطفالي، وبالنسبة لجوزي برضو ما عجبتهوش. شايفين القنبله عامله ازاي، سايحه كده ببعضها ونايحه مش حلوه خالص. يعني انا قبل كده جربتها من محل عصير عادي، بجد كانت حلوه جدا وكانت متماسكه. هنا كان جوزي مكسوف وكده. هنجرب بقى، انا اخر حاجه هجرب. اهو شايفين مش حلوه خالص. هتغمضوا هتفتحوا هتلاقوني في مطبخ ماما. شايفين فيديوهين في فيديو واحد. هنا بقى ايه، كان خلاص تاني يوم بقى روحنا بقى وكده، معرفتش بقى اصور اي حاجة تاني، بس سامحوني. بس عامله لكم يعني فيديو مخصوص كده لوحده في الجنينه من جوه، ان شاء الله لو وصلتوا الفيديو دوت للايكات كتير وكمان مشاهده حلوه هنزله لكم. صحيت بقى من النوم بقى وجعانه قوي قوي قوي، شايفين انا صريحه وعماله اقول هفطر ايه هفطر ايه، والصراحه الفطار ما يحلاش غير باللمه. رحنا كده نازلين جبنا رنجه، ورحنا بقى عند ماما وايه، بصوا انت ايه لما اكل بقى الاكله الجباره ديت. بس مش قادره اقول لكم ايه اللي حصل في اخر الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي انا محظوظه. هنا بقى كنت بشمها، مش قادره اقول لكم بحب ريحتها قوي قوي، سواء بقى نيه مستويه، بس بحبها اكتر الصراحه مشويه على النار. بقول لكم شايفين طريه جدا وكمان دلعه، بجيبها من يعني من حد مخصوص مش من اي حد الصراحه. هنا بقى كمان اختي قطعت بطاطس، مش هقول لكم انا، شايفين انا صريحه اختي اللي قطعتها. هنا كمان محضره كمان جنبي بصل فلفل حراق وكمان ليمون وكمان طماطم، عشان هنعمل سلطه رنجه. هجرب معاكم اتنين نيين وهعمل كمان، لا هجرب معاكم واحدة نية، هنعمل دي بيها سلطة رنجة. اخترت اكبر واحدة المقلبظة دي، والاتنين التانيين صراحة هشوهم على النار، عشان زي ما قلتلكوا بحبها اكتر كمان مشوية. هنا بقى شايفين بفتحها من الظهر، ما تفتحهاش من البطن، لما تفتحها من الظهر هتبقى التنظيف بتاعها اسهل وكمان مش تاخد منك اي وقت. شايفين هقطع هنا بقى الراس وارميها كده ايه على جنب. وبعد كده هقطع الديل. مش قادره اقول لكم في يعني في اللحظه دي كان هين عليا اكلها كده اكل، بس هاكل منها ما تقلقوش. شايفين مش هتتعبكم خالص وهتبقى كمان نظيفه. لما بتفتحوها من البطن الدنيا بتتبهدل، وطبعا الحاجه اللي جواها بتبهدل الدنيا. هنا بقى بشيل بقى السلسله كده بالشوكه كلها، دي كده مسميها السلسله. بدوق طعمها بقول لكم الله الله الله، والله عجبتني اكتر من القشطوطه. اصلا بحب الحاجات دي قوي. يعني انا النهارده، يعني احنا دلوقتي الساعه كام، انا بسجل لكم الوقت الساعه الاصبر اشوف الساعه كام، الساعه 9 بالظبط الا 6 دقايق. اتصلت بجوزي قلت له وانت جاي بالليل، شايفين بالليل، قلت له ايه هات لي اللهم صل على النبي معاك كده ايه واحده فسيخ كده اتعشى بيها. بصراحه بحب الحاجات دي قوي قوي قوي. هنا بقى حطيت بقى البطروخه على جنب، قلت له ايه يلا كده يا عم الحاج تعالى ايه وشوف حالك هتروح فين. هقطع بقى الرنجة وهشيل منها بقى القشر وهشيل بقى منها كل الزفارة. بس بقى اللي حصل في الاخر ولا كان عبال ولا كان على الخاطر اصلا. خليكم مكملين. انا عارفه ان انا مهيسه كتير قوي في الفيديو دوت، بس ايه يعني ادينا اهو بنهزر مع بعض، بتعامل معاكم على طبيعتي، ومش راضيه ان انا اقفل الفيديو او اقطع منه اي حاجه. وان شاء الله ان شاء الله يعني عندي ثقه في ربنا سبحانه الله وتعالى، وانتوا طبعا بعد ربنا اللي الفيديو ده ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله. هنا بقى بقول لكم الحته دي ملهاش لازمه، هنرميها، يعني ما فيش داعي ان احنا ننضفها ولا اي حاجه. اهي بص خلعتها واروح رميها، خلعتها.
مش بقول لكم انا مهيسه. هنا بقى بشيل بقى الشوك وعماله بقى افصفص فيها واحده واحده، عشان طبعا سلطه الرنجه لما تيجي كده تاكليها مش لسه بقى هتنقي شوكه. بحب لما اعمل رنجه اعملها بضمير. طبعا بشيل طبعا القشر وبرميه، وحته تانية بحطها في بقي، محدش بقى يقول لهم ايه عشان ما يقتلونيش يقولوا انت خلصت الرنجه. هنا بقى اللهم صل على النبي. قولوا لي بقى لو وصلتوا لهنا دوسوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات تسلم ايدك يا جوجو على طبق الرنجة اللي مكملش، عشان انتوا طبعا هتشوفوا دلوقتي خلاص قربنا، يعني يعتبر فاضل يعني دقيقة. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل، ايه الكارثة اللي هتحصل. سبتها لكم مرضتش ان انا اشيلها. هنا بقى خلاص بقى رميت الجلد طبعا والشوك ملوش اي لازمة. وهنا بقى بهرس بقى ايه، اللهم صل على النبي، اللحم كويس اوي. اهم حاجه ان احنا نخليه قطع صغيره، ما نخليش الرنجه سليمه. شايفين حاولت ان انا اهرس فيها على قد ما اقدر، بس طبعا بالشوكه. هغسل بقى ايديا وهبتدي بقى ان انا اقطع الخضار، ليمون وبصل وفلفل حامي. بصلايه يعني ولا كبيره اوي ولا صغيره اوي، وسط. ما نكترش برضه قوي عشان طعم الرنجه ما يروحش. طبعا احنا هنعمل الكميه حسب ايه، طبعا كمية الرنجة اللي احنا عملناها. انا عملت رنجاية عشان كده اخترت من كل حاجة حاجة وسط، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. طبعا لو انت طبعا مضاعفة الكمية تقدري طبعا هتزودي. هنا بقى بحكي معاكم بقى وبهزر والدنيا تمام وكل حاجة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وكومنتي حلو زي كنت تشجعوني بيه. وعايزة بقى بصوا، عايزة اصحى من النوم الاقي الفيديو دوت كده صادمني، يعني عايزة اقول لكم ايه. هسيبها بنصيبها. هنا بقى شايفين بقى، شايفين ايه اللي هيحصل. ركزوا في الحتة ديت واوعوا تطلعوا من الفيديو، وقولوا لي الله يكون في عونك والله. هنا بقى الشعنونة بنتي الصغننة كده ملك، كنت في اللحظة ديت عايزة اقتلها بس مصطفى اخويا اللي حاشها عني. طبعا انا طبعا في امان الله وقاعدة بعمل طبق الرنجة وفاتحة الستاند والدنيا تمام، الاقي بنتي تخش والاقي اللي حصل دوت اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي.